عليكم، ازيكم يا بنات؟ النهارده هقول لكم مصادر الفيديوهات اللي انا بعملها على القناه، او لما باجي اعمل قناه او بتسالوني سؤال ازاي بحضر الفيديو اللي انا بنزله على القناه، ايه مصادر معلوماتي وبجيب الكلام اللي انا بقوله منين. اولا مبدئيا كده انا خريجه كليه تربيه، آه، قسم عام، تخصص لغه انجليزيه. في الكلية بندرس طبعا بجانب التخصص اللي هو ال English language. بندرس مواد التربوي دي اللي هي ايه، طرق تدريس وتصميم وسائل تعليمية، وعلم نفس تربوي وعلم نفس اجتماعي، ومواد كتير جدا وصحة نفسية، ومواد كتير بتكون متعلقة بطرق التدريس نفسها والتعامل النفسي مع المرحلة العمرية اللي أنا مؤهلة أن أنا أكون مدرسة ليها. أنا قسم عام، يعني كان أكتر تركيز دراستي على المرحلة اللي هي الإعدادي والثانوي. بس الحمد لله ربنا كان رزقنا بشوية دكاترة كانوا ما شاء الله عليهم، كانوا على مستوى علمي عالي، وكانوا خريجين يعني ماجستير ودكتوراه من جامعات برا. اغلبهم كانوا من امريكا، فبحكم ان احنا تخصص انجليزي فكنا بندرس المواد التربوي باللغة الانجليزية. مكانش فيه غير بعض مواد بسيطة كده كنا بندرسها بالعربي، فكنا بندرس طرق التدريس والصحة النفسية وكده بالانجليزي. كان ربنا رزقنا بدكتور اسمه دكتور سيد دعدور، لو حد من دفعتي لسه فاكره يعني. الدكتور ده كان ما بيطلب مننا بحث في المادة بتاعته، كان بيدينا بعض أسامي كتب ممكن ندور عليها على النت، وكنا بنعمل أبحاث في المادة بتاعته. فبطبيعة الحال دي كانت بداية الخيط بالنسبة لي. فانت ما بتدوري على كتاب على النت فبيجيلك تحته كتب مقترحة، ده المعروف. اللي بيدخل على جوجل او بيدور على اي كتاب ينزله PDF بيجيلك كتب ذات صلة او كتب مقترحة من نفس، تعتبر من نفس نوعية الكتاب يعني، او نفس اهتمام الكتاب اللي انت بتفتحيه. فكتاب بيجيب كتاب، فانت تبدأي تدخلي من كتاب لكتاب، تشوفي محتويات الكتاب في الأول، لو شدك بتقرأيه، أو ممكن تختاري منه يعني أجزاء معينة تقرأيها. وبطبيعة الحال يعني الكتب دي كتب أجنبية، فطبعا مع اختلاف المجتمع والدين بتكون في بعض أجزاء ما تنفعش غير قبل للتطبيق على مجتمعنا يعني. بس أقول لكم الحقيقة يا بنات، في مجال التربية والتعليم المجتمعات الغربية سبقانا بمراحل، يعني بسنوات ضوئية. احنا هنا لسه بالكتب العربية بتناقش نظريات تربية، ولسه معتبراها قائمة، في حين ان بره خلاص النظريات دي اثبتت فشلها، ويعني اكتشفوا حاجات تانية وعملوا دراسات تانية وماشيين عليها دلوقتي، واحنا لسه في مرحلة متأخرة جدا عنهم. ايه تاني غير الكتب؟ المدونات، في مدونات كذا مدونة، نزل لكم السكرين شوتس بتاعتهم، بتهتم بالتربية parenting. المدونات دي انا متابعاها، بتنزل مقالات حلوة جدا. المدونات دي يا بنات هي اللي بتترجم، المقالات اللي فيها بتترجم وبتنزل بوستات على الفيسبوك، والناس بتنسبها لنفسها. بس انا لما باجي احضر موضوع، او اغلب الفيديوهات اللي انا بقيت بنزلها على القناة دلوقتي بقيت بتكون يعني بناء على طلباتكم انتم. فانا لما باجي انزل فيديو على القناة بعمل زي سيرش كده في الكتب اللي انا منزلها PDF عندي، او المدونات اللي انا بقرأ فيها، او الكتب اللي لسه عندي من الكلية، وبحاول انظم الفيديو اللي انا هقوله من خلال تجربتي مع اولادي، ايه اللي انا جربته مع اولادي وجاب نتيجة،
ايه اللي انا جربته وما جابش نتيجة، ايه اللي انا شايفة ان هو مناسب ينفع يتطبق في مجتمع عربي زينا كده ومجتمع اسلامي، وايه اللي ما ينفعش يتطبق، ايه اللي ينفع يتطبق معايا انا كواحدة عايشة في محافظة مش تعتبر مش مدينة كبيرة، مش متوفر فيها امكانيات كتير زي مثلا القاهرة واسكندرية. ايه اللي ينفع انا اطبقه مع ولادي وايه اللي مش هينفع، لان طبعا البيئة والمجتمع اللي حواليكي بيفرض عليكي حاجات معينة، ما تقدرش تطبقي كل اللي انت بتقرأيه. انا بنزل لكم دلوقتي على الشاشة سكرين شوتس للمدونات اللي انا بحب اقرأ فيها، والكتب اللي انا قرأتها. في منهم كتاب لغات الحب الخمسة اللي انا بنزله لكم دلوقتي على اجزاء، وفي منها كتب تانية لسه كنت ناوية ان انا انزلها على اجزاء برضو. آم، بس حابة اقول لكم ان التربية هي يعني علم زي اي علم، فيها نظريات، فيها مدارس، فيها دراسات. مفيش حد اسمه يعني هو اللي مؤلف الكلام اللي بيكتبه، لا هي دراسات متراكمة في، وزي علم زي اي علم انساني، دراساته بتاخد وقت طويل جدا، لان عبال ما تطبق النظرية على اشخاص معينين وتشوف نتيجة النظرية دي على حياتهم وسلوكياتهم بعد كده لما يكبروا، غير العلم اللي هو بتاع المعامل مثلا زي الكيمياء او الفيزياء او كده. لا التربية علم انساني بياخد وقت طويل في اثبات صحة نظريتك او عدم صحتها. لما بنزل الموضوع على القناة ده بيكون نتيجة قراءات كتير في الحاجات اللي انا قلت لكم عليها، ونتيجة تجربتي في حياتي الشخصية. بوستات من على الفيسبوك اللي هي برضو مصدرها نفس البلوجز، نفس الكتب اللي انا بعرضها لكم دلوقتي. حبيت بس ان انا اشارككم حاجة ممكن يكون عندي فيها دراسة او قراءات شوية، بس حبيت ان انا افيدكم معايا. وعارفة ان اكيد في ناس زيي، اكيد في بنات زيي فجأة لقيت نفسها ام لطفلين وثلاثة واربعة، وهي ممكن يكون خبرتها في التربية قليلة، ممكن يكون كتير بتدور وبتحاول تعرف، بس ممكن لغتها ما تسعفهاش، ممكن تكون لغتها الأجنبية مش قوية لدرجة ان هي تقرأ مثلا كتب زي دي. ف احنا بنتعلم مع بعض، واي حاجة انا بحب يعني بعرفها بحب اعرفكم معايا. ممكن تكون دي يعني صدقة جارية ليا، ممكن يكون العلم ده لو حد انتفع بيه ربنا يكتبه في ميزان حسناتي بأي شيء ينفعني يوم القيامة. حابة اقول لكم ان انا اخدت كذا كورس من اللي هو بيبقى الكورسات الاونلاين على المواقع العربية، بس في الحقيقة يعني ما استفدتش كتير، لان الكلام اللي بيتقال في الكورسات اولا بتدفعي عن طريق فودافون كاش، اقل كورس بيكون ب 300 او 400 جنيه، ودلوقتي بعد ارتفاع الدولار بقوا بيدفعوا بالريال والدولار، ما عادش الدفع بالجنيه. بس زي ما قلت لكم اكتشفت ان اكتر الكورسات دي بيكون كتب اجنبيه زي اللي انا عامله لكم سكرين شوتس عليها، بس هم مغيرين العنوان وعاملينه كانه كورس. وانتي ساعة ما بتدخلي على الجروب بتاعهم ويدوك الباسورد بعد ما تدفعي مقابل الكورس، بتكتشفي ان الكورس كله متاخد من الكتب الاجنبيه دي. اكيد استفدت من الكورسات دي، بس بصراحة مش قد تكلفتها المادية.